عرفنا ان احنا لازم نتعلم. يا ترى بقى هتبتدي بايه؟ مهم جدا انك تعرف ايه اللي انت محتاجه في اول خطوه، وبعدين الخطوه الثانيه، وهكذا. عشان لو انت اتعلمت حاجه وهي مش في وقتها مش هتعرف تطبقها صح. زي بالظبط اللي حصل معانا في الام بي اي. انا اخدت الام بي اي بعد 10 سنين من الخبره، اتاخرت شويه، كان ممكن بعد 5 سنين. كان في ناس معانا فريش جراديويت ما كانوش عارفين يطبقوا ابدا النولج الكبيره اللي موجوده في الام بي اي على حياتهم العمليه، لان لسه ما فيش حياه عمليه يطبقوا عليها. وده كان بيظهر واحنا بنعمل البروجكت، ما كانوش عارفين ابدا يترجموا المعلومات لخطوات. وانت كمدير يا ترى ايه الصح؟ تاخد مانجيريال سكيلز الاول وبلاننج وكنترولنج واورجنايزنج، ولا انت محتاج في الاول انك تبني التاثير بتاعك مظبوط في مكان شغلك، والتيم بتاعك كله يبقى في ظهرك، والمديرين كمان واثقين فيك ان انت مدير قد المسؤوليه ومؤثر، وبعدين تاخد المانجيريال سكيلز دي لانها مهمه جدا، وهتقدر وقتها بسهوله تطبقها. ليه؟ لان انت اوريدي في بيئه صحيه وبقيت قائد مؤثر.